بهدلتوا بينا الناس. زليت في المغرب ياخذوها بيديهم، السيد يكسر الحجر بيديه. واش عطيني انا اختي نكسر الحجر بيديه في الجزائر؟ انعلوا الشيطان، صلوا على النبي يا ناس، عيد واش الموضوع محمد تغيير الموضوع. الناس اللي دارت بوتفليقه بروحو قال لهم عيطوا للمغرب يا ناس، صلوا على النبي، حبسوكم الكذوب. احنا شواكل لافريك، احنا ربا في لافريك، في واش ربا في لافريك؟ غير فقير ما كاين والو، ما كاين والو. احنا شواكل لافريك، الناس خدمت وطلعت بلادها وتعبت، وانت جاي درك الجزائر دارت واش دارت؟ راكي تشيتي انا دابا اللي كتواجههم اسمعني مليح، اسمعني مليح. انت شوف الناس، شوف انا نهضر مع كلمه، نسميك راجل وتقول انا راجل، طلع لي انا ارتيزون وهما يطلعوا انا ارتيزون يوروه كيفاش يكسر الحجر ويبري، وانت جينا هذا اللي دير لهم الصبيغه فوق الياجور. هيا هادشي اللي بغينا نوصلوا بعيداتي. اطلع هيا طلع عزيز ما عندكمش. شوفي حاجتهم ماهيش عيب، داوتنا حنا جدينا من عندكم باسكو فيه الجمال. السيد الكلمه ما يعرفش ينطقها حتى ولا يقول لك شيماء خرساء جو سي با كوا. السيد سيفيساء ما عرفش يقولها باسكو ماهوش كابر على هذا الشيء. يا ناس صلوا على النبي، حبسوكم من الكذب. دخلت لي مصطلح عربي في الاخرى، هذا مصطلح عربي واش دخل ديفيدي؟ مصطلح عربي 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 يا وانت العربيه ما قبضتها، الامازيغيه ما قبضتها، الشاويه ما قبضتها، الندب والتحديد ما قبضتها والو. ما تقدرش ولاو الناس يسبوا فينا ويقول لك فاقدين الهويه. خلي قدر على روحك، احشم على روحك، احشم دير قيمه لروحك، احشموا ديروا قيمه لعمركم يا دين الرب، ديروا قيمه لعماركم. بهدلتوا بروحكم وبخستوا بروحكم، التاريخ لا يرحم. إخوتي الجزائريين، سأقول لكم كلمة من قلب محب والله العظيم. إن المبارزة التاريخ بينكم وبين المغاربة قد رأيناها وقد حسمت. كان المغاربة يمتطون فيها جواد التاريخ ويضربون بسيف الوثيقة والحقيقة. لقد هزمتم فيها شر هزيمة ومرغتم فيها في التراب، فالخوض فيها ليس والله إلا تضييعا لأوقاتكم وأعمالكم، وكل هذا سيكون على حساب بناء دولتكم. أما بالنسبة لقضية الصحراء فالمغاربة يقفون على أبعد نقطة منها وقد تركوها وراءهم، وأعينهم ترنو إلى الصحراء الشرقية ورقابهم تشرئب لنسيم الصحراء الشرقية. أصلا ليست مسألة الصحراء المغربية إلا خطوة. Donc là, date de Zillit, c'est 1860. Là, on est à hauteur de Médéa. Voilà. C'est le travail des artisans de Médéa sur des thèmes andalous. Les dessins et tout, ça c'est une visiteuse qui est spécialiste, ce qui m'a dit, c'est des thèmes andalous. Donc c'est 1860, le Zillit algérien. الزليج البلدي هذا هو الزليج البلدي. هذه هي الطريقه كيفاش كيتخدم الزليج البلدي. اولا كيتحط قطعه كما كتشوفوا. بالنسبه لهذا النوعيه ديال الزخرفه كتسمى، النوعيه ديال هذا التشكيل هذا كيتسمى مخبل العقول. فعلا هو مخبل العقول. الطريقه ديال الخدمه ديالو من طريقه معقده جدا، يعني الصناعي كيضر راسو باش كيحط هذا التشكيل هذا اللي كيتسمى مخبل العقول. بالنسبه لخوتنا الجزائر، الطريقه كيفاش كيتخدم الزليج البلدي، كيتخدم قطع صغيره فسيفسه. الاخوان ربما الاخوان الجزائريين كيتسحبوا واش هو الزليج البلدي هو عباره عن سيراميك قطع 40 على 40 ولا 50 على 50 وكتركبها. لا الاخوان، هذا الزليج البلدي هذا راه عنده اسماء لا تعد ولا تحصى. كل قطعه هنايا اللي كتشوفوا عندها الاسم ديالها. بالنسبه للاسم نوعيه التشكيل تسمى مخبل العقول. وكل حاجه كل قطعه عندها الاسم ديالها. بالنسبه لهذوك الدريهمات دوك الفسيفساء الصغار، كل قطعه عندها الاسم ديالها. هذه الطريقه ديال التصميم كيفاش الضفيره. هانتوما دابا هذه الطريقه ديال تركيب القطع. هانتوما كيفاش كيجي داك الشيء ما شاء الله. بالنسبه للاخوان السي عبد الرزاق راه صانع تقليدي ما شاء الله. الطريقه كيفاش كيركبها الاخوان
اللي ما عمرو شاف طريقة تركيب الزليج البلدي راه هي هذه الطريقة، كيركب على الوجه اللي غادي يتشاف هو كيكون لتحت، اما هذا الوجه دابا اللي كنشوفوه حنايا هو اللي كيلصق على الحائط. فهمتي كيفاش؟ السلام عليكم. اليوم تنتواجدوا بدار الباشا اللي في الاصل ديالو القصر ديال تعمير قلاوي اللي تم البناء ديالو في 1910. ومن ناحيه اخرى تيتميز هذا القصر هذا بالفسيفساء الزليج المغربي والخشب المنحوت. السلام عليكم. باش عاوتاني نختموا هذا الشيء هذا براسة بنيت ان شاء الله، تنحييو حنا الحرفيين المغاربه اللي دازو من هنا والصنايعيه اللي دازو من هنايا. تحياتي ليهم. تحياتي. احنا والله ما بينا وبينهم شي حاجه، والله ما بينا، ولكن كل واحد تنعتوه بالحق ديالو تجي حق الفكره.